السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في رحمن سنتر، أهلا وسهلا بكم. اتكلمنا قبل كده عن نطقم الحمام بصفة عامة وعرفنا مميزاتها وعيوبها. لو لسه ما شفتش الفيديو خش اتفرج عليه. اتكلمنا برضو عن طقم الحمام البالم 25 قطعة، واتكلمنا برضو عن بالم 13 قطعة، ودول طبعا تبع شركة الهلال والنجمة. ان شاء الله النهاردة بما اننا بنتكلم عن البلاستيك فلازم نجيب اسم الوطنية اللي هو صراحة اسم ليه معنى في عالم البلاستيك. طبعا الوطنيه بتطلع اطقم حمام كتير، بتطلعها في كذا خط. دوت افضل خط ممكن تشتري منه طقم الحمام، او افضل تشكيل وافضل خامه هو طقم نت. افضل تشكيل وافضل خامه هو طقم نت. يعني حضرتك وانت بتقارني او بتروحي للتاجر ما بتروحيش تقولي له انا عايزه طقم نت، او تقولي له هو طقم الوطنيه الحمام بكام. هيقول لك سعر، ممكن يقول لك ال 22 قطعه سعره ارخص من ال 10 قطع. طب ازاي يا استاذنا الكلام دوت؟ ليه؟ لان في كذا خط وفي كذا تشكيل وفي كذا خامة من الوطنية. يعني نفس الشركة بتطلع كذا تشكيل وكذا خامة. عندنا طقم نت بيكون منه 15 قطعة وبيكون منه 10 قطع. على سبيل المثال هنقول حاجة بسيطة كده، في طقم مثلا اسمه طقم كيان، ده بيكون 22 قطعة، سعره بيكون أرخص من طقم الوطنية اللي هو 10 قطعة النت. طقم نت وطنية 10 قطع. طب القطعة دي عبارة عن ايه؟ فيه يعني هو مثلا في 6 شماعات، يعني كل شماعة منهم تعتبر قطعة. ودي طبعا حاجة ما لهاش لازمة قوي ان انا اجيب شماعات بلون الطقم، وكمان 6 شماعات مش هيكفوا، فانا برضو هضطر ان انا هشتري شماعات. فانا اما اجيب الشماعات لوحدها بيكون افضل. عشان كده احنا بنريح دماغنا، وافضل طقم او افضل تشكيل هو طقم نت ال 15 او طقم نت العشرة. وبما اننا هنتكلم عن طقم نت 15 فيعتبر ان احنا اتكلمنا عن طقم نت 10، لان الفرق بسيط جدا. طقم نت 15 اللي هو تبع الوطنية سعره 535 جنيه، طقم نت 10 سعره 515 جنيه. طيب ال 20 جنيه ديت يعني كام قطعة؟ يعني ب 20 جنيه. الخمس قطع برضو مش مهمين قوي زي ما حضراتكم كده شايفين، يعني هم 5 قطع ب 20 جنيه. ادي دي قطعة، وادي دي قطعة، وادي دي قطعة، ومعايا السبت الصغير دوت برضو قطعة، ومعايا شنطة سوق او شنطة. يعني هي شنطة ممكن تمشي، شنطة للمشابك، ممكن تمشي شنطة كده شياكة واي شياكة وخلاص ماشي. ديت دول الخمس قطع اللي هو الفرق ما بين طقم نت 15 وطقم نت 10. تعالوا بينا مع بعض نشوف مكونات الطقم عشان خاطر نعرف احنا بنشتري ايه. اول حاجة معانا واهم حاجة هو سبت الغسيل. لو حضراتكم بصيتوا، سبت غسيل طويل، سبت غسيل جميل، سبت غسيل شياكة، سبت غسيل واسع يعني يستحمل معايا ويعيش. طيب دوت اللي هو طبعا بيتحط فين؟ بيتحط فيه الهدوم اللي هي عايزة تتغسل. ودوت بيكون السبت اللي احنا بننقل منه الحاجة من الغسالة للبلكونة او من البلكونة اللي طبعا عشان الحاجة تتطبق زي ما حضراتكم طبعا عارفين الكلام ده. ادي دوت سبت، بيكون السبت الصغير دوت سبت نت رقم 1، سبت نت رقم 1 زي ما حضراتكم كده شايفين. يبقى انا كده معايا قطعتين. معايا كمان باسكت، معايا كمان باسكت بالدواسة، باسكت بالدواسة اهو. ايدي ما جاتش ناحية الايه عشان تشوفوا بس اهو، باسكت بالدواسة زي ما حضراتكم كده شايفين. باسكت معايا، معايا علبة للمسحوق، علبة للمسحوق دوت علبة بس هي صغيرة شوية، طبعا ممكن تشيل 3 كيلو او 4 كيلو. ديت علبة المسحوق، ممكن تمشي اللي هو باسكت للحمام. معايا برضو سبت المشابك، يعني هنا برضو سبت المشابك معايا، ودي العلاقة بتاعته. معايا الصبانة، دي صبانة. ده طبعا السبت بيكون موجود في ال15 ومش موجود في ال10. دوت سبت زي ما حضراتكم كده شايفين. واحنا كنا بنقول من مميزات الطقم اللي هو الحمام الكامل ان هو بيجيب لي كل حاجة بلون واحد. يعني انا هعمل انسجام او هعمل شكل جميل مثلا في الحمام، او شكل جميل في الحاجات اللي في المكان اللي الحاجات دي هتتحط فيه. بيبقى عندي فرشة تواليت، ادي دي فرشة تواليت زي ما حضراتكم كده شايفين اهي، برضو شيك وشكل رائع. خدوا بالكم ان البتاع دي بتنزل لفوق، يعني بتطلع، بس هي دلوقتي فوق البتاع عشان الناس تقول لي هي بعيده كده ليه اهيت. وخدوا بالكم برضو لان بيبقى فيه يعني القاعده بتاعت الفرشه، الفرشه بصوا ثابته اهي، بيبقى في حاجات القاعده بتاعتها مش
ثابته. بيكون عندي حامل الفرش والمعجون بالشكل الروعه والشكل الجميل دوت. بيكون عندي ديسبنسر للشاور، بيكون عندي زي باسكت صغير بنحط فيه الاقلام، ممكن يتحط في الحمام كأن نحط فيه مثلا اقلام بقى، نحط فيه ممكن يتحط على التسريح، يتحط فيه حاجات تبع المكياج وكده. بيكون عندي الشنطه ديت، يعني هي شنطه هم بيقولوا عليها شنطه سوق، بس هي صراحه مش شنطه سوق ولا حاجه. هي ممكن تمشي مثلا شنطه مشابك. ممكن نحط فيها شنط نعلقها في البلكونه، نحط فيها شنط. ممكن نحطها في الحمام تتعلق وتتحط فيها منظفات، هيتحط فيها اي حاجه. هي اكيد هيبقى لها استخدام. والشنطه دي بتكون خاصه بطقم نت 15 قطعه، يعني برضو عشان تعرف الفرق ما بين نت 15 ونت 10، هم 20 جنيه طبعا هو فرق في الطقم. ادي الثلاث قطع دول، وادي الثبت دوت، وادي دوت. تاني هقول لكم افضل تشكيل وافضل خامه في شركه الوطنيه هي نت. طقم نت اهو، دي الكرتونه بتاعته، بيبقى مكتوب هنا اهو طقم نت. دي طبعا الوطنيه. بيكون في حاجه اسمها كيان، في حاجه اسمها فيل، وفي طبعا تشكيلات مختلفه، وبتلاقي اعداد مختلفه فيه. بس زي ما قلت لحضراتكم وزي ما شفتوا التشكيل دوت، يعتبر دوت افضل التشكيل. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.